عاوز افتح مشروع بس مش معايا فلوس، والمشروع ده يتكلف له بتاع 1,000,000 جنيه. لو كانت معايا كنت عملت دراسة الجدوى واشتريت المكن واجرت المكان وعملت التراخيص وجبت المواد الخام ووظفت الناس في المصنع وبدات انتج. بس في واحد عنده خبره بيقول لي انا لو في دماغي الفكره اللي في دماغك ما كنتش هعمل كده حتى لو كانت معايا ال1,000,000 جنيه. بيقول لي كنت الاول هجيب حبه من المنتج او المنتجات القريبه من المنتج اللي عاوز اعمله وابدا انزل السوق بحبه صغيرين علشان افهم السوق والعملاء واشوف انا هضيف ميزه تنافسيه عن المنافسين ايه، وافضل القنوات للوصول للعملاء وطرق التوزيع الموفره للمنتج واللي هتبقى ميزه للعملاء، واكون شبكه علاقات واعمل دراسه تحليل سوق عملي واختبر نموذج العمل الفكره اللي هعمل منها فلوس ازاي، وادرس استراتيجيه التسعير المناسبه للفئه اللي هستهدفها وانسب خطه التسويق والترويج لبناء البراند ايه. بص انا مش هحبطك بس عاوزك تفهم ان الافكار ال10 بقرش، واللي اهم من الفكره والفلوس الاداره والاراده والمثابره والصبر، وانك تبقى فاهم ان التعب والتطوير والاستمراريه هم اساس نجاح اي مشروع بفلوس او من غير فلوس. ومش هقول لك الفلوس مش مهمه، بالعكس هي عصب والدم اللي بيجري في وريد اي مشروع، بس مش هي اساس النجاح او البدايه. ودلوقتي حتى لو معاك ال1,000,000 جنيه تختار اي بدايه علشان تبدا.